شوف حسام حسن كان بيقول ايه على امام عاشور ونرجع تاني. يعني بيشوط الكوره قدام المدرب بره المدرج. هل النادي الاهلي وعنده ماتش مهم جدا في تصفيات كاس العالم وانت رايح غينيا قبل ما تسافر من غير ما يحصل حاجه يمسك رجله يقول بيتي وجعاني؟ اختلف. عملت نفسي ان انا مش فاهم. الدكتور موجود كان لا كان في هناك راح عمل. فقلت له خلاص لو ريح. ف لا انا مش قادر خلاص بالراحه ومحدش يعرف ايه. اتفضل روح اكيد. احمد لعب بعد يومين والربع. طيب شفت حسام حسن عمال يقول لك الجيش ومصر اللي عندي حاجه ودي حاجه يا جدعان، دي كوره، دي كوره. ولكن رد احمد بلال عليه كان قاسي قوي. نشوف رد احمد بلال عليه. يدخل الجيش في الموضوع، وان مصر بتدافع عن الجيش، بيدافع عن مصر، بيدافع عن الاسم المصري. انت بتتكلم في كره القدم. القدم لعبه تمام بتعتمد على الفنيات. انت مش والله زمان سلاح. انت مدخل الشعارات ليه في الموضوع. يعني انا جيش بيدافع عن البلد وانا بدافع عن اسم مصر. مقارنه. انت بتتكلم في لعيب بيلعب كوره تعتمد على الفنيات والمهارات الفرديه، مش بتعتمد على السبيريت، يعني على الروح القتاليه وداخل وشال سلاح وتضرب